فقدت مصر واحدا من أفضل رجالات القوات المسلحة البواسل، حيث رحل عن عالمنا اللواء أركان حرب أحمد مختار فتحي محافظ الوادي الجديد. أحمد مختار فتحي سلامة اسم كبير سيظل في عقل وفكر كل من عرفوه عن قرب أو عن بعد، لأنه كان إنسانا بدرجة مقاتل، ومعطاء بدرجة مناضل، ومواطنا مصريا عاشقا لتراب مصر بدرجة وزير، وعاشقا لتراب أرض الكنانة ومحافظة الوادي الجديد بدرجة محافظ. ارتبط اسم محافظة الوادي الجديد بأحمد مختار أدبيا وثقافيا وعلميا ووجدانيا، فغير مفاهيم كثيرة خاطئة كانت لدى المجتمع الواحاتي الذي تحول على يديه إلى مجتمع جاذب منفتح كريم معطاء أصيل راسخ ناجح ومتقدم في جميع المجالات. استطاع اللواء أركان حرب أحمد مختار أن يقفز بالوادي الجديد اقتصاديا من خلال جذبه لاستثمارات بالملايين من خلال نخبة من أقوى رجال الاقتصاد في مصر، كما قفز بالتعليم إلى قمة الأداء المهني داخل جمهورية مصر العربية، وحرك المياه الراكدة في الصحراء الجرداء بفكر ووعي المحارب المعطاء. أما الرياضة وكرة القدم فقد شهدت على يديه قمة التطور والرقي، وسطر مع نجوم كرة القدم والرياضة المصرية ملحمة على أرض الخرجة والدخلة والفرفرة ما لم يكن يحلم به أحد في كل ربوع مصر. استقبلت محافظة الوادي الجديد طوال عهد أحمد مختار كل نجوم الرياضة والفن والإبداع والثقافة، وتحولت إلى قبلة المبدعين والرياضيين رغم بعد المسافات ومشقة السفر. ولد أحمد مختار فتحي عبد الحميد سلامة في 21 من أغسطس عام 1947 بمحافظة المنوفية، وتخرج في الكلية الحربية في 20 من يوليو عام 1969 سلاح المشاة، حيث حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية، ثم ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، ثم زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا. بعدها استكمل دراسته العسكرية بحصوله على الدورة العليا لكبار القادة، ثم دورة عسكرية في إدارة الأزمات. تولى أحمد مختار فتحي قيادة كتيبة مشاه به مخطط بهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم رئيس أركان لواء 12 مشاة، ثم قائد اللواء السادس مشاة ميكانيكي. بعدها تولى مختار رئاسة فرع عمليات الأمانة العامة لوزارة الدفاع، ورئيس أركان الفرقة الثالثة مشاة ميكانيكي.